انما كون ان مدير فني يدفع شرط جزائي، اعتقد دي المره الاولى في تاريخ الكره المصريه. ما اعتقدش في شرط جزائي. هو رئيس النادي الليبي قال شهرين وانا دفعت. قال شهرين وانا دفعته، هو قالها، انا سالته على الهواء. يمكن لو عملها بعد نهائي، بعد ما هز لقب افريقي، مش يقعد يحافظ على الصوره مثلا. وبعدين 1/6 الدوري مستمر لسه. يعني النادي الاهلي هيكون حتى لسه ما خلصش الدور الثاني وفي دوره رباعيه من موقع الشروق الرياضي الصوره ده التوقيع يعني. كابتن حسام. فلازم النادي الاهلي يطلع يقول اسبابه، لازم كابتن حسام البدري يطلع يقول اسبابه، لازم نعرف ايه السبب والاسباب اللي دفعت الكابتن حسام البدري ان هو يبتعد عن النادي الاهلي. التوقيع ده من موقع الشروق الرياضي، هنا جريده مشهوره في مصر، الشروق الرياضي. واعتقد ان التوقيع ده مش الحقيقي برضه. هو ده بتاع يوم الخميس. كان في توقيع قبليه بس ما اتصورش. كابتن هيثم عنده الحق، قال لك حق وقال اسباب. لما في اعلى مستوى الباب شغلوا انتم البابا في الفاتيكان قبل استقالته، ولكن فسر الاسباب. البابا هذا مدرب يفسر الاسباب، يقول يا اخي شو عندي اسباب عائليه، اسباب كذا، اسباب كذا، وانتهى الامر. خلينا نتعودوا ما يخاف الانسان. ولكن خلينا احنا ما زلنا العالم العربي، احنا ما نحكموا بهذا، نحكموا بهذا بالعاطفيه والمزاجيه. المزاجيه ما عندها اي مكان في المجتمع الالماني، ما عندها اي مكان. العقل وكذا والديسيبلين والرجال. انا مصري وهعيط على يوب هانكس، زعلان. انت زعلان قوي وبشفق على جوارديولا. يعني هيعمل ايه تاني؟ صحيح. هيعمل ايه تاني؟ صح. يكون جاء في الوقت اللي ما حقه يجي فيه. انا لو من جوارديولا اعتذر. لا ولكن جوارديولا ولا اختيار. لا والله يا كابتن اعتذر. لا هو اختار احسن فريق في العالم. هيعمل ايه تاني؟ اختار المؤسسه والنظام، مؤسسه ماليه 100% هي، وعنده الالمانيه وعنده عادات وتقاليد. وانت ما عندك فكره اللي رومينيجي بطل العالم، ويوب هاينكس بطل العالم، وبيكن باور بطل العالم، لعيب ومدرب مير بطل كلهم بايرن ميونخ، جيرد ميولر بطل العالم، كلهم بايرن ميونخ كلهم. ولكن ما يصيرش في اقصاء للاعبين الكبار والرموز كما في العالم العربي. صح. معناها عدو الرئيس هو اللاعب المشهور النجم، يقصيه. صح ولا؟ مظبوط. انا يجيو يقصيوا كفاءات بالطبيعه باش الكره العربيه معناها تبدا في المستوى. عايز اخد حاجه مماثله، ويمكن نوفل وحضرتك كابتن خالد تقدر تقول لي طريقه رحيل كابتن نبيل معلول من الترجي للمنتخب التونسي، هل مشابهه ولا مختلف؟ والله شو نبيل معلول راح من الترجي للمنتخب